السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفتي اليومية مع هناء. ازيكم يا أحلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وكويسين دايما. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض منظم للمكياج، وممكن نستخدمه في حاجة تانية هنعرفها مع بعض دلوقتي. المهم يعني أنا عملت دوت، ولسه إن شاء الله يعني ناوي أعمل ده. يعني هعمل اتنين، ممكن أعمل واحد للميك اب، والتاني ممكن استخدمها لحاجة تانية. دي يا جماعة اللي هي علب الجبنة، ممكن انتوا تستخدموا العلب اللي انتوا عايزينها. فانا هعملها زيها، وممكن استخدمها لحاجة تانية، يعني لان انا عاملة هنا منظم للميك اب وكده. فهي تنفع كده وتنفع كده، هنشوف مع بعض تنفع ايه تاني. هنشوف بقى نعمل العلبة التانية ازاي. احلى حاجة في الستيكر ده ان هو متحدد، يعني ممكن تحددي الدرجة اللي انت عايزاها وتبدأي تقصي منها. يعني مثلا انا لما باجي اعمل حاجة، يعني مثلا بحدد، يعني مثلا بشوف هحتاج لحد فين وابدأ اقص. حددت هنا كده مثلا، تمام. وابدأ ان انا اقص من العلامة اللي انا يعني حددت بيها. يعني هو متحدد عندك 1 2 3 زي ما انت عايزة. انا قصة هنا معايا علشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. يعني خدت المقاس وقصيتها. كمان عايزه اقول لكم ان اللون دوت ما لقيتش غيره في السوق. انا كنت عاوزه لون يدي يعني على موف شويه، بس ما لقيتش ان انا هحطه على التسريحه بتاعتي، والتسريحه بتاعتي يعني موف كده، فكنت عاوزاها موف عشان تمشي على ديكور الاوضه وكده. بس ما لقيتش غير ده، فجبت شريط ستان موف علشان مثلا يعني غيرت من الالوان وكده. ويعني هي طلعت شكلها احلى بكتير، يعني طلعت الالوان يعني ماشيه على بعضها. هنشوف معانا هنا. هفك الستيكر كده. عايزه اقولك ان ما تشديش دي معاكي، يعني ما تشدهاش مره واحده، عشان ساعات بيلزقوا في بعض وبنسلكهم بصعوبه. فلا، يعني مثلا انت اعملي الحته اللي انت عايزاها، وبعد كده ابدأي تشدي فيها زي ما انا عملت كده. تمام. هبدأ بقى ان انا اسويها، يعني الحته دي مش مقصوصه كويس. ممكن تعمليها بقماش، بس يكون قماش يعني مثلا شكله كويس حلو. يعني قصيتها من هنا زي ما انتم شايفين. كده. هكمل بقى الجنب ده عشان بس ما اطولش عليكم. خلاص انا كده خلصتها، وانا عملتها من تحت وعملت من الجنوب. لسه بقى الارضيه بتاعتها حبيت بس ان انا اقصر عشان بس الفيديو مبقاش طويل كده. حاولت ان انا يعني اضغط عليه عشان بيبقى فيه هوا يطلع وكده عشان يلزق كويس.
اهيت يا بنات. كان نفسي الدبدوب ده يطلع فوق شوية، بس مش عارفة بقى. المهم كمان انا هعملها بشريط الستان الموف ده من هنا كده. بصراحة كنت عايزة اعملها من هنا، بس الحتة ديت مرضتش ان هي تتلف، يعني طلعت مش كويسة في اللف وكده، فانا يعني هعملها من هنا احسن وكده يعني. كمان هي لو انت شايفينها كده احلى وكده، فهضطر ان انا اعملها زي التانية، كان انا احطهم على التسريحة الاتنين قصاد بعض لازم يكونوا زي بعض. هبدأ بقى ان انا اعمل الشريط كده. معايا طبعا مسدس شمع، احاول ان انا يعني اضبط الشريط عشان ما يبقاش مش مظبوط. انتوا شايفين كده. بحاول ان انا يعني اضبط الشريط كويس، لان ده يعني تعبني شوية، فانا بحاول ان انا يعني ده يطلع احسن من ده شوية. هخلصه خالص بقى وهوريلكم. طبعا انتوا شايفين كده لسه الجنبين. خلاص كده خلصتها. طبعا انتوا شايفين يعني بدأت ماشية عليها واحدة واحدة عشان تظبط معايا، وكويس ان هي اصلا ظبطت معايا كده. ديت في الجنب ده يعني تحس كده ان هي مش مظبوطة اوي يعني، فقررت انني اخليها مظبوطة وكده عشان تطلع احلى كده. كمان معايا الشريط ده اللي هو الاكسسوار ده، هحاول ان انا اقص يعني صف طويل كده منه كده. هقصه واظبطها وارجع تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا لزقت الجنب ده. كان ممكن برضه اجيب الاكسسوار ده على شريط الستان، بس عشان برضو اداري اللي هو الجنب ده زي ما انتوا شايفين، كده احلى يعني. فلو حطيت هنا الجنب ده يبقى شكله مش حلو، فهي كده شكلها يعني مدارية اللون الابيض ده. برضو نفس الفكرة زي شريط الستان. بحاول امشي معاه بالراحة. طبعا شايفين كده خلصتها. هعمل لها بقى فيونكة برضو من الستان يعني كده.
كده. قد بعض كده يعني. هبدأ بقى اثبتها. يعني مش هكتر في الشمع برضو كده. كمان هجيب الاكسسوار ده زي ما انتم شايفين. خلاص انا خلصتها. على فكرة اللزق ده يعني ممكن تستبدلوه زي بأي حاجة زي ما انتوا عايزين يعني. عايزة اقول لكم ان وانا بثبتها الشمع مسك في ايدي، فمعرفتش ان انا اتحكم فيها، فوقفت التصوير عشان اعدلها وكده. طبعا ممكن تعملوا حامل زي ده اللي ما انتوا شايفينه ده. عايزة اوريها لكم. يعني ممكن هنجيب عشان نعملها، قصدي هنعملها بورق كرتون بس يكون قوي شوية عشان مثلا يشيل كل الحاجة. زي مثلا نتيجة، مثلا عندك نتيجة قديمة او كرتون قديم، زي مثلا انا عاملها بنتيجة ومقطعاه يعني عشان يبقى كرتونها كويس ويعني وجامد ومتين وهو يقدر يتحمل. طبعا هو عملتها كمان بالستيكر، بس انا عاملاها يعني مش كويس اوي لان انا هستخدمها لحاجة تانية. دي خلاص عملتها للميك اب، دي بقى هعملها حاجة تانية. بس انا حبيت ان انا يعني ممكن ان انتم تجيبوا نتيجة او كرتون يكون جامد شوية وتفتحوها فتحة من هنا فتحة من هنا، وتحاولوا ان انتم تدخلوهم في بعض كده وانتم شايفين. يبقى زي ما انتم شايفين كده. انا مش مظبطاها كويس، بس انا يعني حابة ان انا اوريها لكم. تمام. تبقى بالمنظر ده. زي ما انتم شايفينها كده. خلاص خلصتها. يعني ممكن تستخدموها كعلبة مكياج وممكن تستخدموها كحاجة تانية اقولها لكم. يعني كده دلوقتي معايا الاتنين. طبعا ممكن اشيل منها دي خالص وهتبقى ده غطاها. انا عملته بنفس الستيكر واقفلها كده، وتبقى مثلا علبة مثلا اللي هي الحاجات الناعمة، دبابيس، زراير، حاجات تانية يعني مثلا اكسسوار، اي حاجة انت حباها ممكن تحطي فيها ميك اب يعني زي روجات الحاجات دي كده يعني. يعني فكرة حلوة جدا يعني من علب الجبنة، يعني ما ترميهاش يعني استفيدي منها. طيب هنا كمان اكسسوار عشان تعمل منظر. عاوزة اقول لكم خلي بالكم من المشمع، من قصدي المسدس، لان يعني لسعته جامدة قوي، انا اتلسعت منه زي ما انتم شايفين كده. تقدروا بقى تظبطوها زي ما انتوا عايزين وتحطوا الحاجة اللي انتوا عايزينها فيها. بس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب يكون عجبكم وكون قدرت اعمل حاجة كويسة. بجد انا فرحانة بهم جدا 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 جدا. يعني واحد حامل المكياج، وده ان شاء الله يعني انا مش هحط فيه الحامل اللي انا عاملاه معاكم ده لان مش محتاجاه. انا خلاص عملت علبة للميك اب، ده خلاص هعمله للحاجات اللي هي الناعمة. عايزة اقول لكم ان الشمع لسه معلق فيه، يعني مثلا دبابيس، زراير، ابر، ابر الخياطة، الخيط، الحاجات ديت. ممكن اكسسوار، اي حاجة بقى انتوا تحبوها كده. بس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.